يا هلا فيكم من برنامجكم الصباحي قهوة صبح مع نور. يسعد صباحكم وين ما كنتوا. أنا نور هذيل. الفترة الأخيرة صارت الحياة سريعة ومليانة ضغوطات، وكل حدا فينا بيحاول إنه يخلي يومه يمشي بسلام وسلاسة في خضم هاي الضغوطات. بس مننسى في حوالينا أولاد وبنات إلهم حق علينا، ولازم نقوم بواجباتنا اتجاههم. معظم الأمهات علاقتهم بأولادهم متوترة بسبب توتر نابع من جواتها. رح نحكي اليوم عن كيف نقدر نحسن علاقاتنا بأولادنا، وبالذات البنات اللي هم دايماً أقرب للأم بسبب وجودهم الدائم معها. فاصل وراجعين. عمرك سألت نفسك ليه الألوان موجودة في حياتنا؟ طب لو فيها كام لون ناقص هيحصل حاجة يعني؟ ليه الأيام الصعبة سودة؟ وليه الراية البيضة استسلام؟ ما الألوان الورد بالمشاعر؟ وليه في لون للربيع؟ كل ده نعرفه أكتر في برنامج لونها مع مريم عزمي، كل يوم سبت الساعة 9 مساء على راديو 2 FM. تسعى كل أم لإنشاء علاقة قوية مع بنتها منذ الطفولة، ومع مرور السنوات بتكبر البنت وبتتوضط العلاقة أكتر. ودائما ما بتردد في سؤال كتير مع لسان كتير من الأمهات: كيف أصاحب بنتي؟ أول ما تبلغ البنت في مرحلة المراهقة بتطرق عليها بعض التغيرات السلوكية والنفسية اللي بتخليهم أكثر سرية، وبفضلوا العزلة وبيرغبوا بالاستقلال سواء نفسياً أو اجتماعياً. عشان تضمني نجاح علاقتك ببنتك لازم تبحثي عن كافة السبل عشان تبني جسر قوي يقربها منك، وتتمكني وتتعرفي على مشاكلها. وعندها أفكار كتير خاصة فيها. في خطوات بسيطة كتير كيف تكون بنتك صديقتك المقربة. قبل ما تبدي هاي المهمة لتكوين علاقة صداقة مع بنتك، لازم تتذكري دايماً إنه هناك خط واضح بين الفتاة وأهلها. في محاولة لمشاركة علاقة وثيقة، بس بتطمس بعض الأمهات هاي الخطوط وبصير عليها تعيين حدود أساسية جديدة. أهم القواعد الأساسية عشان تبني علاقة صداقة قوية مع بنتك: لازم تتقبل الاختلاف. لا تتوقع من بنتك إنها تكون مثلك تماماً. تقبل اختلافها، صفاتها الفريدة، وما تتفاجئي، لأنه كتير في أمهات بتتفاجأ لما تكتشف الاختلاف اللي بينها وبين بنتها وبتنزعج كتير، وهذا الشيء بيعمل عائق بأنه العلاقة تكون قوية بينك وبين بنتك. عليك تقبلها وما تحاولي تغيريها، وتفرضي اهتماماتك الخاصة عليها. في 10 أخطاء لازم تحذري منها. لازم تكوني شخصية حقيقية مع بنتك، مش مجرد أم. مع تقدم بنتك في السن لازم تحاولي تغيري من تصرفاتك واهتماماتك وأفكارك علشان تكون بنتك قريبة منك أكتر. ابدأي تتواصلي معها بمشاعرها الحقيقية وبأفكارها واهتماماتها الخاصة، وما تكوني قالب نمطي للأم الموجودة في حياتنا اللي بس بتعطي الحب وبتلبي الاحتياجات. لازم تشاركيها ببعض كتبها المفضلة، وتحكي معها عن هواياتها المفضلة وذكرياتك السعيدة والحزينة. تقضي وقت ممكن معها كبير تسحبيها لعالمك الخاص. شاركيها بساعاتك اليومية في العمل، في اللعب، في إنجاز المهام اليومية في المنزل، وما تربطيها دائما بإنجاز معين. لازم تتنوع الأنشطة والإنجازات علشان تقرب منك أكتر. ممكن تعملوا حلوة منزلية، تنظفوا البيت مع بعض، تضحكوا مع بعض، وتقضوا وقت مميز مع بعض. ما توجهي اللوم دائما عليها لما تخطأ، عشان ما تخاف منك بسبب المواقف المتراكمة، وهذا الشيء بيعمل بعد وبيعيق العلاقة بيناتكم. كوني شخص رحيم، تحدثي معاها بانفتاح، وإثقي فيها لا تثق فيكي، والمشاركة في أسرارها الخاصة حتى لو خلطت فيهم. استمعي إلها من دون ما تصدري أي أحكام، وجهيها بالشكل الصحيح عشان تقدر تتخذ القرار المناسب لتقويم سلوكها. شاركيها أسرارك بس بحرص علشان العلاقة يكون في إلها حدود من دون أي تخطي لإلها. في الوقت اللي بدك تشاركيها أسرارك كوني حريصة جدا إنك ما تحكي عن الأخطاء اللي كنتي أنت عايشاها، علشان ما يصير في مقارنة بالأشياء اللي راح تمر فيها بنتك. فترة المراهقة فترة كتير صعبة، بتمر البنت فيها بتوترات ناتجة عن تغيرات هرمونية ونفسية، فلازم الأم تتفهم هذا الحكي ويكون في عندها بعد عاطفي للتعامل مع بنتها، خاصة في غياب الزوج، علشان ما تشعر البنت بالثقل والقلق والذنب، وأنها هي المسؤولة مش والدتها المسؤولة. لازم تحسسيها بالأمان، ويكون في علاقة صداقة بينكم،
بإنك تجمعي صديقاتها، بتحكوا معاهم، تجمعيهم في يوم وتطلعوا سوا، تعملوا أي نشاط اجتماعي مع بعضكم لتحسوا بعدم وجود أي عوائق. وبهيك خلصت حلقتنا اليوم، بتمنى إنكم استفدتوا منها. استنونا بحلقات جديدة من قهوة صبح مع نور راديو 2.